طيب احيانا، مواتي احيانا، صعب في كل الحالات، لكن كان جميل قوي ومثمر قوي ان انت كنت تعمل حاجه حقيقيه مطلوبه في اللحظه دي للمجتمع، وكانت تلقى صدى طيب لدى من يتلقاها. تخيل انت، كان من المفترض هذه الايام ان احنا نحتفي بالذكرى العاشره لمساواة، وعشان كده كان طبيعي ان اختنا فاتن متولي انها تجيب لنا الورد الجميل ده تفضلا وتكرما وتحببا منها للمكان. لكن كوبتنا بأننا يتعين علينا أن نأخذ قرارا شديد الصعوبة وشديد الإنابة، وهو أن نتوقف تماما عن النشاط، أن يجمد مركز المساواة لحقوق الإنسان كافة أنشطته. هو غير كده يا جدعان، ما احنا طول عمرنا فوق الراجل ده بيتحمس قبل كده العديد من المرات، ما تفرقش. أنا صدر لي 3 قرارات اعتقال، ما تفرقش. قصص بسيطة وصغيرة، بس هو نحن على استعداد أن ندفع كامل الثمن، مفيش أي مشكلة. بس إنما لقاء إيه؟ لقاء خدمة حقيقية كنت تحققها، منجز على الواقع بتحققه. ما هو خلي بالك، الموت المجاني سخافة، الأفكار الانتحارية سخافة، لكن الفعل المجدي هو المطلوب. وعشان كده نحيي كل من يستشهد ويموت في سبيل قضية ما، لكن اللي يموت مجانا ده يعني يموت نفسه مسألة سخيفة. وعشان كده مش قصة التهديدات الأمنية من الآخر هي التي تزعجنا، لكن خلونا بالصراحة وبنفتشر وبما يرضي الله نقول إن تخوفنا ناتج من شيء رئيسي، وهو التشهير والتنكيل المعنوي الذي يتعرض له كل النشطاء الحقيقيين في مصر، واللي للأسف الشديد لو هو على صعيد السلطة مش مشكلة، ما طول عمرها بتعمل ده، لكنه انتقل إلى صعيد مجتمع، وبالتالي سلام الله التشهير وتشويه السمعة والتلويث يلقى صدى وهوى لدى الجمهور العام الذي تسلطت عليه وسائل الإعلام كل الناس شايفاها، وتسلطت عليه مخاوف هو معذور فيها. فكرة المؤامرة والهوس بالمؤامرة اللي ليل نهار دي تعمل في الناس يعني ايه؟ اللي يخلي واحدة أستاذة جامعة لابسة تيشيرت مرسوم عليه أطفال وكفوفهم ال5 تبقى محل ريبة، لأن ده قد يؤول إن احنا لو شلنا صارت 4 يبقى 4 يبقى نحبسها احتياطا. الولد اللي شايل سبحان الله اللي شايل رواية أدبية جميلة بتاعت كاتب يعني من العمد يتقبض عليه احتياطا. ايه السخافة دي؟ هذا الهوس، هذه الحالة الهستيرية التي تسود المجتمع. كنا بنقلس على البطة الجاسوسة اللي ظبطوها من 2 سنين، كنا بنقلس على أبلة فاهيتا، لا خد من ده ياما. السيدة الفاضلة اللي قاعدة في كافيه من أرقى الكافيهات في مصر الجديدة وتعرف لغات أجنبية وتبلغ عن الصحفي الفرنسي اللي قاعد جنبها لأن سمعته بيتكلم. أنت فاهم بس ويقبض على الراجل. ما المشكلة إن الهستيريا شغالة، وبالتالي تعال نقبض عليك بعد كده نشوف إيه الموضوع. تعال نشوه سمعتك ونفضحك ونطفحك الدم وبعد كده نشوف إيه الموضوع. وبالتالي لما وزير التضامن الاجتماعي او وزاره التضامن الاجتماعي تعلن ان يوم 10/11 اللي مش يوافق اوضاعه وفقا لفهمها هي هنحاسب وهنقطع رقبته. انا عايز اعرف استاذ نعرف احنا عندنا قانون للجمعيات الاهليه في مصر.